مشروع النهر الصناعي بالمغرب. يتعلق الأمر بتشييد نهر صناعي ضخم لربط الأحواض المائية لسبوة وبئر قراق وأم الربيع من أجل مواجهة الإجهاد المائي الحاد الذي ضرب المملكة، وذلك بنقل المياه من شمال البلاد إلى المناطق الجنوبية. مشروع عملاق بقيمة 40 مليار درهم، حيث قررت وزارة التجهيز والماء الشروع في إنجاز المرحلة الأولى من مشروع ربط الأحواض المائية الثلاثة لكل من سابوء برقراق وأم الربيع، ظل في الرفوف منذ 10 سنوات. ونظرا الاستنزاف الكبير الذي يشهده سد سيدي محمد بن عبد الله، وهو السد الذي يغذي المحور من الرباط إلى الدار البيضاء، انطلقت فعليا أشغال الشطر الأول من هذا المشروع العملاق. ويهدف هذا المشروع تحويل الفيض المائي من سد الوحدة إلى سد محمد بن عبد الله، وهو المشروع المرتبط بعد قنوات جرمائية ضخمة بقطر حوالي 3.2 متر، وذلك قصد تحويل الفيض المائي نحو الحوض المائي العابر قراق. يبلغ صبيب هذا المشروع 15 متر مكعب في الثانية، وطول الربط بين الحوضين يبلغ حوالي 67 كيلومتر بتكلفة 6 ملايير درهم. وسيمكن هذا المشروع من تحويل حوالي 400 مليون متر مكعب من المياه سنويا. كما أن الشطر الثاني سيمكن من ربط سد محمد بن عبد الله بسد المسيرة عن طريق الرفع من الصبيب بإعادة قناة أخرى موازية انطلاقا من سد المنبع سبو. إن هذا الجزء من المشروع يعكس رؤية لمخطط عملاق بقي لعقد من الزمن سجين في رفوف السلطات الحكومية، يتعلق بالطريق السيار المائي الذي وصفته الصحافة المتخصصة بالنهر الصناعي العظيم، الذي يحدد تكلفة إنجازه في أزيد من 40 مليار درهم. وكانت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في عهد الوزير عبد القادر عمارة سنة 2013 قد أطلق طلب عروض بإنجاز دراسة لتصميم المشروع، حيث كان الهدف يتحدث في إنشاء شبكة من الأنابيب والقنوات تمتد على ما يقارب 500 كيلومتر، ما سيسمح بنقل الفائض من المياه التي كانت تهدر في البحر من أحواض ودارو واللوكوس وسبو إلى أحواض برقراق وأم الربيع وتنسيفت. ومن المقرر أن تدخل المرحلة الأولى من المشروع حيز التشغيل اعتبارا من سنة 2025، وستغطي المناطق التي تعاني حاليا من الإجهاد المائي والتي تخضع أيضا لإجراءات ترشيد استهلاك المياه، خصوصا في جهة مراكش، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز وتوفير مياه الشرب للساكنة، إضافة إلى تزويد القطاع الصناعي بالمياه أيضا. وكانت وسائل الإعلام قد أشارت سنة 2012 إلى أن الحكومة آنذاك تعتزم بأن نهر صناعي سيكون الثاني من نوعه في القارة الإفريقية بعد الذي أنجزه معمر القذافي ليبيا، حيث سيمتد على مسافة 500 كيلومتر من شمال المملكة إلى جنوبها. ويشهد المغرب خلال الأعوام الأخيرة أسوأ موجة جفاف منذ 4 عقود، ولا يتعدى مخزون السدود المغربية 27% من طاقتها، لكن الوضع مرشح للأسوأ تدريجيا في أفق العام 2050 بفعل تراجع الأمطار وارتفاع سنوي الحرارة وفق تقديرات وزارة الزراعة. ولذلك فالوضع الحالي بالبلاد جد حرج بسبب الندرة الخانقة التي يعرفها المغرب، وخاصة المياه المستعملة في مجال السقي، وقد أثرت وضعية الجفاف على كافة القطاعات بالمغرب، وخاصة مجال الفلاحة، ما دفع الخبراء المختصين لمحاولة وضع حلول لهذه المعضلة. وتستهلك الفلاحة أكثر من 80% من الموارد المائية للمغرب، وتسبب الجفاف
رجع محصول الحبوب إلى 34 مليون قنطار، ما يمثل انخفاضا ب67% مقارنة مع العام الماضي وفقا لفرانس بريس. وأدى ذلك الجفاف في المغرب بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا لتراجع توقعات النمو لهذا العام إلى 0.8% فقط وفق البنك المركزي المغربي. ويأمل المغرب الذي يبلغ عدد سكانه نحو 36 مليون نسمة استعادة النمو الاقتصادي بمعدل 3.6% العام المقبل، إذ بلغ محصول الحبوب متوسط 75 مليون قنطار، وهو ما يظل مرتبطا بمستوى الأمطار. وحسب المختصين فإن التحقيق نمو أسرع الاقتصاد الوطني يتطلب عملا متواصلا على مستوى السياستين المائية والاستثمارية. يعتبر مشروع الطريق السيار المائي بين الأحواض المائية ضمن جهود أخرى لإيجاد حلول مبتكرة واستعجالية لمشكل إجهاد الماء والجفاف الذي يستفحل في المغرب سنة بعد سنة. ومن شأن هذا المشروع أن يساهم في إعادة نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى مساره الطبيعي أو الرفع منه خلال السنوات القادمة. بهذا الإجراء اللي قامت به الحكومة اليوم من خلال المرسوم المتعلق باستيفاء رسوم الاستيراد على الأنابيب الفولاذية، هذا المشروع هو مشروع استراتيجي وكبير جدا، وهو مشروع الذي يستهدف نقل المياه من الحوض ديال السبول اللي فيه نسبيا واحد الوفرة إلى الحوض ديال أبي رقراق اللي من خلاله سوف يتم تلبية الطلب على مستوى الرباط والدار البيضاء، في شطر إن شاء الله آخر غادي تكون مراكش إن شاء الله في أفق يعني في مستوى ثاني. الكلفة ديال هذا المشروع هي 6 مليار ديال الدرهم. دابا الآن كنتكلموا على لوطورود دولو، هذا هو الطريق السيار ديال الماء، يعني نقل الماء من حوض إلى حوض. سوف يتم أخذ المياه من سد المنبع اللي هو سابو. مشروع فيه مضختين اثنتين، 66.5 كيلومتر من الأنابيب فولاذية بالقطر ديال 3200 ملم. الصبيب هو حوالي 15 متر في الثانية. تقدم الأشغال ديال الحفر 100%، وضع الأنابيب 21%. أشغال المضختين الأولى بلغت الأشغال ديال 44%، والمضخة الثانية 78%. الموعد التعاقدي اللي متعاقدة فيه الحكومة مع المقاولات التي تشتغل على هذا المشروع هو أكتوبر 2023. نتوقع إن شاء الله أن يتم التنفيذ الفعلي لهذا المشروع قبل هذا التاريخ. لذلك الحكومة اتخذت هذا الإجراء اليوم باش العملية ديال الاستيراد ديال هذه الأنابيب التي لا ننتجها للأسف محليا ما تعرفش واحد التوقف. فالحالة التي يسير عليها تقدم هذا المشروع هي جد مرضية.